بسم الله الرحمن الرحيم ونتوكل على الله وعلى بركة الله كده ناخد ملخص الجولة ال 16 على السريع. المستقبل بيضيع، ربنا يكرمك. يعني ونبدأ بالعنوان. يقول لك ايه؟ الناس خيبتها السبت والحد ومانشستر خيبتها ما وردتش على حد. ده احسن عنوان للنهارده. تعالى بقى ناخد المطوشه من اولها. ليفربول، ارسنال، مانشستر. ايه القرف ده؟ طيب. ايه القرف ده؟ خلينا في القضيه ايه الاساسيه. القرف ده؟ ده اللي حصل النهارده. لو بدأنا بماتش الليفربول، انت المفروض تتفرج على ماتش ليفربول وكريستال بالاس، وليفربول عايز ينزل يطحن نفسه ويطحن الفرقة اللي قدامه وياخد الصدارة. كل ده ما حصلش. ايه الصوت ده؟ انت عايز تخش الحمام ولا ايه؟ بنبدأ بقى معلم الجولة دي بشوط من أرخم أشواط الجولة. استحواذ سلبي لليفربول، مفيش هجمات على الجون، ما بيروحوش بكرة واضحة، مفيش تنظيم، فرقة بطيئة في تحضيرها. ده لو عارفة تحضر يعني. بيلعبوا ببرود ولا كأنه ماتش مهم. في حاجة اتبدلت. ليفربول ما كانتش قايمة بالهجمة صح، ده بالعكس. ده كريستال بالاس وصلت للجون مرتين، مرة بلانتي اتلغى ومرة كرة جت في العارضة اللي هي أليسون صدها وجت في العارضة. غير كده مفيش أي حاجة في الشوط ده غير إن ليفربول ماسك الكرة على الفاضي، والكرة فيه عبارة عن اللعب كله في نص الملعب وإندو بيقطع الكرة. يعني هو الوحيد اللي كان بيتحرك في الملعب كله، وعشان كده يورجن كلوب بكافئه قام جاي مطلعه في اول الشوط الثاني. انا راجل لعين يا اخي، انت مالك ومالي؟ انا حر في تصرفاتي. بالنسبه للبلانتي اللي اتحسب لكريستال بالاس واتلغى، والله العظيم فان دايك بقى ساذج جدا، ساذج بقى، مدافع ساذج بيخش دخلات كده متخلفه. يا عم داخل يعني مش ايه ده؟ لان الناس بقوا عبد يبدا الشوط الثاني بتغيير يورجن كلوب بقى، طلع اندو ونزل جوميز، افشخ لاعب في المجره، لاعب مفيش شبهه. هو مفيش شبهه دي حرفيا، بس افهمها زي ما تفهمها بقى. جوميز ده مش بني ادم. نزله حطه في اللي على اليمين وجاب ارنولد بيه لعبه في نص الملعب. ليه يا ابن الناس؟ ليه؟ حرام على امك. ما تنزل لعيب من لعيبه نص الملعب، ما انت عندك كورتي جونز بره. ده لو انت عايز تطلع اندو. مش شايف تفسير ان اندو ده اتصاب عشان انت تطلعه، وما شفناش ان اندو اتصاب. انا راجل لعين يا اخي، انت مالك ومالي؟ انا حر في تصرفاتي. من اول الشوط الثاني كده وليفربول مش عارفه تطلع الكره من منطقتها لمناطق كريستال بالاس. كوره كده مثلا قعدت بتاع 4-5 دقايق يلعبوا 4-5 دقايق، قعدوا بتاع نص الشوط الثاني يلعبوا الكوره كده بين الاربع مدافعين والجون، والكوره ما بتعديش خط نص الملعب. مش عارفين الثلاثه بتوع نص الملعب ما بينزلوش يستلموا، وارنولد بيه مش بيفتح مساحات، حتى ما بياخدش واحد ويخلع بيه. لا، ما عندهمش حل غير ان هم يرجعوا الكره لاليسون، يا اما يلعبوا كره طويله. ويجي بقى كوانسا باشا يدي كريستال بالاس هديه، ضربه جزاء من العدم كده اهو لله. 1-0. البس يا معلم والعب مغلوب. طالما يعني طالما انت قول السؤال تاني. قام جاي كلوب منزل لنا جاكبو وكوناتيه بدل جرافنبرج وكوانسا، على اساس يعني ان هو كده ايه، عمل تغييرين. انا كده استفدت ايه؟ انا استفدت ايه؟ انت برضو ما حلتش المشكله بتاعت نص الملعب. انت نص الملعب دلوقتي رايح منك، مش عارف تطلع بالكوره. مش مساله رايح من، انت مش عارف تطلع بالكوره. كريستال بالاس سايبه لليفربول الكوره وما بيعملوش بيها حاجه، وكريستال بالاس على استحياء كده بتوصل للجول. خلاص هم 1-0 وعايزين يخلصوا الماتش على كده. فين انت هتفك ازاي؟ هتفك ازاي وانت مش عارف تطلع الكوره من منطقتك؟ مش مساله مش عارف تطلع الكوره بس، ده انت عندك ارنولد ده عباره عن كارثه في نص الملعب. كوناتيه اللي لسه نازل بيجري رابط في رجله اكياس رمله، مش قادر يجري. ماله في ايه؟ مش عارف. بيجري ببطء، مش عايز يتحرك خالص. قام جاي اخر تلت ساعه بقى المعلم مطلع نونيز ومنزل اليوت، ومطلع سوبوسلاي، ومنزل كورتي جونز. اليوت الوحيد اللي تحس ان هو نزل عنده دم، تحس ان هو الوحيد اللي عايز يكسب. اليوت نزل فعلا نشط الدنيا وغير الشكل بتاع ليفربول. طب ما كان من الاول ما كنت نزلته يا عم، بدل ما تعمل لنا اختراع كده وتلعب جوميز وتجيب ارنولد في نص الملعب. ليه الاختراعات؟ ليه كنت نزلت كورتي جونز؟ ما انت كنت بتنزله وتحطه في المكان ده، كنت يعني
مش يعني ما مش عارف ايه لازمه ارنولد في نص الملعب، والله ولا ليها اي لازمه. ومع كل ده مشكله برضه نص الملعب ما اتحلتش. بقى نص الملعب عباره عن ارنولد واليوت وجونز، برضه طلعت الكوره مش عارفه. وتيجي بقى هديه من عند ربنا كده، جوردان ايو يعمل تدخل ياخد فيه الانذار الثاني، اللي هو اصلا الانذار الاولاني خده على الفاضي، ده بس عشان خاطر الدعوات والله. وربنا كرم ليفربول وكريستال بالاس تلعب ناقصه واحد، كرة تقعد تخبط والحمد لله توصل لصلاح يشوطها تخبط في المدافع وتخش. ولاده قيصريه متعثره. جون التعادل كده انت بتلعب 1-1 مع كريستال بالاس اللي اصلا كانت مقفله عليك، هتضيع منك النقط. انت المفروض ماتش زي ده تاخده بدري بدري وتروح تبقى الاول، لكن البرود اللي عند ليفربول ده ما مش طبيعي كده. معلم بقى انت المفروض ايه؟ 1-1 وخلاص هتجيب. فضلت بقى ليفربول تضغط وتلعب وتحركوا وبقى عندهم دم طب كان فين ده؟ ليه اخر 10 دقايق يحصل الكلام ده كله؟ وربنا يكرم بشوطه من اليوت المجتهد اللي ربنا كافئه في الماتش ده، بشوطه بالجون الثاني. الحمد لله ان اليوت ده نزل، وليفربول بقى يكمل ضغط ويلعب براحته ويبقى عندهم دم ويتحركوا، ويجي احسن واحد في البودلة اللي نزلوا كلهم اللي هو هارفي اليوت يشوط كوره بشماله تدخل الجون الثاني في الدقيقه الاولى من الوقت بدل الضايع. الحمد لله ان اليوت ده نزل وبقت 2-1، وبعدها بكام دقيقه يصنع كرة لدياز يحط الجون الثالث، بس الجون يتلغى عشان اوف سايد. بجد شكرا اليوت، هو الوحيد اللي كان عنده دم في وسط الفرقه دي. انتهي الماتش على كده، وبصراحه هو الحمد لله على ال3 نقط وعلى الصداره، بس بجد 3 نقط مالهمش طعم ومكسب طعم وحش قوي. بعدين نيجي بقى يعني عارف لكارثه الكوكب كله، مانشستر يونايتد. يعني سواد السواد زي ما انا بقول لك. عنوان الحلقه دي الناس خابتها السبت والحد، وخيبه اليونايتد ما وردتش على حد. اليونايتد بقت فرقه عشان تحرق الدم. ماكتوموناي ومرابط يعني خلاص بقى. ماكتوموناي زي الزفت دي شويه، مرابط ما كانش مركز. غير كده مفيش فرقه. مش هقول لك الفرقه مثلا لعبت حلو لعبت وحش، مفيش حد في مانشستر يونايتد لعب. ان انت تخسر من بورنموث 3-0 بالراحه، يبقى انت مش مانشستر. انت خلاص بقى كده مش مانشستر يونايتد، دي مركز شباب اليونايتد، ومش شباب دول مركز عواجيز اليونايتد. يعني لك ان تتخيل ان هاري ماجواير كان واخد لاعب الشهر، فبقيه اللعيبه عامله ازاي؟ بس يعني دول كلمتين لازم يتقالوا، مش مساله بقى ماجواير هو ماجواير كويس بالنسبه لنفسه من فتره، لكن هو اصلا وحش. باقي اللعيبه عامله ازاي عشان يبقى هاري ماجواير ده احسن واحد خلال الشهر اللي فات؟ اليونايتد عمل ايه؟ اليونايتد لعب ماتش تشيلسي ودخل ماتش بورنموث عايز يخسر على اولد ترافورد ويخسر 3-0. اليونايتد ده اقسم بالله العظيم عايز يتفجر. النادي ده عايز يتفجر ويبدا من جديد، لان مفيش حد لعب كويس. جرناتشو لعب وحش، مارسيال ما جاش، شبح. كان في شبح في الملعب اسمه مارسيال، لما طلع ونزل هويلاند شبهه ما وصلوش. كرة واحدة لدالوت كان ممكن يعرضها لهويلاند ويبقوا 1-1 لما كانوا مغلوبين 1-0، شاطها بره في الشبكه بره. لوك شو تين هاج بيلعبوا سيرد باك جنب هاري ماجواير، قام جاي مدرب على طول بورنموث منزل واحد طوله مش عارف بتاع 2 متر باين، ولوك شو قد محمد هنيدي، هيطلع يجيب الكرة بالهيد ازاي؟ عارف يكسبك يا مغفل. انتوا لعيبه بارده ما عندهاش دم. توصل 30 نقطه وتعمل ماتش حلو مع تشيلسي، وعندك ماتش جامد مع البايرن اللي اتفقعت 5. البايرن شالت 5 النهارده. يعني انت المفروض خلاص بقى هي واقعه تروح تكسب، تتغلب انت من بورنموث 3-0. هتعمل ايه قدامهم؟ هتعمل ايه في اللي جاي؟ هتعمل ايه قدام ليفربول؟ انتوا ليه كده؟ ليه عايزين تحرقوا دمنا كده؟ يعني ليه مفيش كوره في الماتش؟ والله العظيم ما في حاجه تتقال. ده انا لو هتكلم على بورنموث وهجماتها. بورنموث كانت احسن بكتير من كسبت مانشستر يونايتد 3-0 بالراحه. كوره مفيش حاجه نتكلم عليها. مفيش لعب كوره. انتوا كنتوا تلعبوا تلعبوا اساتك، لكن كوره ما كانتش موجوده. تروحوا شيلوا التين بقى من بايرن ميونخ، الماتش اللي لازم تكسبوه، يا اما تروحوا بقى تلعبوا في الدوري ده لو حصلتوا الدوري الاوروبي. عشان بس الناس قاعده تقول مانشستر هيروح الدوري الاوروبي، اقسم بالله بالاداء ده هتطلع رابع المجموعه ومش هتروح حته، هتروح النار. مانشستر دي كلها هتروح النار، اللعيبه بالمدرب بالاداره
اللي عايزه تولع بجاز. اللعيبه دي كلها لازم تتغير. بورنموث كان عارف هو عايز ياخد ايه من الماتش، عارف ان هو بيلعب فرقه مش في مستواها. بورنموث بيلعب متجرأ على مانشستر يونايتد وكان واضح، قدروا يلعبوا. ومانشستر بيلعب ان هو معاه ال3 نقط. انا مش عارف جايبين الثقه دي منين، بس والله العظيم ملعب كوره. الكلام مفيش كلام على الماتش ده، لان الماتش ده مش ماتش كوره واحنا بنتكلم على كوره. مبروك بورنموث، احسن من مانشستر يونايتد اتغلب. ما نشوف هيعملوا ايه في اللي جاي. بعد كده نيجي بقى الماتش الارسنال واستون فيلا، الماتش اللي فعلا اهم ماتش في الجوله. انت مستنيه عشان الصداره، ارسنال ولا ليفربول؟ وزي ما توقعنا بالظبط، استون فيلا هيكعبل الارسنال وليفربول هيكسب كريستال بالاس. بس احنا كنا فاكرين ليفربول هينزل يعني يكسب كريستال بسهوله، لكن ليفربول ما عملش كده، بس خد ال3 نقط. لكن الارسنال اتكعبل مع استون فيلا. استون فيلا فرقه منظمه جدا، فرقه بتلعب بثقه. امري عامل كوره جميله ومختلفه. احلى اداء في الدوري كله في الفتره دي هو اداء امري مع استون فيلا من غير كلام. ارسنال النهارده خذل جمهوره، الجمهور كان مستني الارسنال ينزل ياخد ال3 نقط، بس 3/4 الجمهور وجمهور الارسنال كان متوقع ان استون فيلا هيكعبله. والمشكله ان الارسنال نزل الملعب مصدق الجمله دي وعامل لها حساب زياده عن اللزوم، فعشان كده استون فيلا كسب. الارسنال كان يقدر يكسب، الارسنال وصل للجون مره واثنين وثلاثه واربعه بس ما عرفش يخلص عشان في ايميليانو مارتينيز ودفاع منظم. استون فيلا عباره عن حارس قوي، دفاع ملتزم، نص ملعب فايق، ونجين صراع، فرود بيخلص. فرقه متكامله مع مدرب فايق، مدرب بيذاكر الفرق اللي قدامه. النهارده قفل على مفاتيح الارسنال، خلى الارسنال تلعب كره موظفين، ما تلعبش الكوره الجميله بتاعتها. عشان كده ما عرفتش توصل، ما عرفتش تكسب. هي وصلت بس ما عرفتش تخلص. كورتين لاوديجارد بصراحه كانوا قادرين ان هم يقلبوا الماتش. واحده تالق ايميليانو مارتينيز مش في ان هو صدها، ان هو راح سبق الكوره، توقع الكوره هتتشاط فين وصدها. الثانيه جات له الجون فاضي وطلعها بره. ارسنال ما كانش مركز، ما كانش في حالته. افضل واحد انا شايفه من وجهه نظري لعب في الماتش ده هو جابرييل خيسوس، وبرده ما كانش حلو، وفي كوره ضيعها. في كوره بس عليها كلام بتاعت دوجلاس رويز ان هي ممكن تكون بلانتي، يعني هي فعلا ممكن تكون بلانتي، بس مش ده برضو اللي خسر الارسنال. الارسنال نازل عشان يتغلب من استون فيلا. استون فيلا نزل عارف هو عايز ايه من الماتش، بيلعب بنظام ووصل للجون مره واثنين. يعني استون فيلا كان ممكن يكسب 2-3 في ظل غيبوبه لعيبه الارسنال والكور اللي قاعده تضيعها. ساليبا بيغلط ورا وجابرييل، ما كانوا تعبانين. الارسنال النهارده ما كانتش هي دي، ما كانش في مستواها. كاي هافرتز يعني يا ريته ما لعب، ولا له لازمه ولا عمل اي حاجه. كان تروسر ده افضل منه. وانا شايف اصلا في ماتش زي استون فيلا ده، رايي يعني البسيط المتواضع ان كنا نلعب جورجينيو وديكلان رايس ومعاهم اوديجارد زي ما عمل في ماتش السيتي. لعب بجورجينيو وديكلان رايس في نص الملعب. كان المفروض يعمل كده مع استون فيلا، كان المفروض يعمل حساب، يعني كان المفروض يذاكر استون فيلا، مش يعمل لها حساب كده زياده عن اللزوم ويلعب خايف. لعيبه الارسنال ما كانتش في مستواها، بس بصراحه استون فيلا كان على الميعاد، و3 نقط بجد يستحقوها. مبروك ال3 نقط ومبروك ليفربول الصداره على ايدين استون فيلا.